بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يلا نتقرأ مع بعض الفصل الرابع كان بيقول ايه ونحل عليه بحيث نجمع افكار الفصل. الفصل الرابع كان بيبدأ معايا بعنوان دوائر التيار المتردد، وبيبدأ معايا بالجهاز اللي بنستخدمه لقياس التيارات المترددة وهو الأميتر الحراري. الأميتر الحراري كاستخدام يقول لي يستخدم لقياس شدة التيارات المترددة والمستمرة. ليه يا عم او ازاي تقيس تيارات متردده ومستمره؟ يقول لك عشان انا بعتمد على حاجه موجوده بكل من التيارات المتردده والمستمره، عشان الاساس العلمي للجهاز هو ايه بقى؟ يقول لك هو التاثير الحراري للتيار الكهربي. واحنا عارفين ان سواء تيار كهربي متردد او تيار كهربي مستمر الاثنين ليهم تاثير حراري، فبيقدر ان هو قيس بايه او يتقاس باستخدام الاميتر الحراري. طب الاميتر الحراري عباره عن ايه؟ الاميتر الحراري عباره عن اللي بالاحمر عندنا دي هي سبيكه من البلاتين اريديوم. خليط البلاتين اريديوم بيكون ليه معامل تمدد حراري صغير، وبالتالي بيتاثر بالحراره المتولده بسبب التيار الكهربي. سبيكه البلاتين اريديوم متصله بخيط من الحرير ملفوف لفه واحده على بقره ملساء وملف زنبرك. عندي هنا مقاومه مجزء تيار، ومجزء التيار اللي هنا دورها هو نفس دورها في الاميتر، وهي زيادة مدى القياس. يبقى بتقلل المقاومة الكلية للجهاز، وبالتالي هتقدر ان هي تزود التيار اللي انا بقيسه. التيار بيجي من بره، هيجي هنا هيتوزع على طريقين، جزء من التيار يخش في سبيكة البلاتين اريديوم والجزء الاخر بيمر خلال المقاومة. طب التيار اللي هيمر في سبيكة البلاتين اريديوم قال لك هتتسبب ان السبيكه هتبدا تكتسب طاقه حراريه بسبب التاثير الحراري للتيار الكهربي. هتبدا سبيكه البلاتين اريديوم تكتسب كميه من الحراره، وبالتالي بسبب التاثير الحراري هتبدا ان هي تتمدد. لما سبيكه البلاتين اريديوم تتمدد هتبدا ان هي تنزل لتحت. لما هتنزل لتحت الملف الزنبركي هيشد خيط الحرير عشان يجعل الجهاز دائما في حاله شد. يبقى دور الملف الزنبركي في الاميتر الحراري هقول له جعل خيط الحرير دائما في حاله شد. دور مقاومه مجزء التيار هقول له زياده مدى القياس. سبيكه البلاتين اريديوم بيكون ليها معامل تمدد حراري بتأثر بالتيار اللي بيمر فيها، بتكتسب حرارة من التيار الكهربي المار داخلها، تتمدد، الملف الزنبرقي يسحب لتحت، والمؤشر بتاعي هيبدأ في الدوران. طب المؤشر هيفضل يدور لحد امتى؟ ما التيار الكهربي طول ما هو بيمشي جوه السبيكة هتفضل ان هي تكتسب منه طاقة حرارية وبالتالي تتمدد. هقول لك لا، حرارة السبيكة هتثبت عند لحظة معينة. ايه هي بقى اللحظة دي؟ اللحظة دي اللي فيها بيحصل حاجه اسمها اتزان حراري ديناميكي. ايه اتزان حراري ديناميكي دي؟ يعني السبيكه دلوقتي بسبب التيار الكهربي المار داخلها بتكتسب طاقه حراريه من التيار الكهربي. طب ما هتوصل ان درجه حرارتها هتبقى اعلى من الوسط المحيط بيها. انا دلوقتي لو حاطط قدامي كوبايه شاي هتبدا كوبايه الشاي واحده واحده بتبرد. ليه بتبرد؟ لان حرارتها اكبر من الوسط المحيط، فبتبدا تفقد حراره وبتحدث عمليه انتقال حراره من الجسم ذو الحراره الاكبر للايه؟ للوسط المحيط. يبقى هيبدا تفقد سبيكه البلاتين اريديوم حراره للوسط المحيط، وهي بتكتسب حراره من التيار الكهربي. يبقى حرارتي هتثبت في اللحظة اللي فيها هكسب قد ما بخسر. يعني الطاقة اللي أنا بكتسبها من التيار الكهربي هتبقى بتساوي الطاقة الحرارية اللي أنا بخسرها للوسط المحيط. وقتها هقول له بيحصل اتزان حراري ديناميكي، وده هيسبب ان المؤشر هيبدأ ان هو يستقر عند قراءة التيار. يبقى ده كده اللي عندها بيستقر المؤشر وبيديني قراءة التيار الكهربي. طيب التدريج بتاعي عامل ازاي؟ هقول له تدريج الاميتر الحراري هو تدريج غير منتظم. طب ليه غير منتظم؟ هقول له انا خدت الاميتر
والجلفانومتر كان تدريجهم هو تدريج منتظم. ليه الاميتر الحراري هو تدريج غير منتظم؟ هقول لك ببساطه، عشان كيو وهي كميه الحراره المكتسبه من التيار الكهربائي مالها؟ هقول له هتتناسب طرديا من قوانين بقاء الطاقه مع القدره الكهربيه المستهلكه. يبقى انا هتساوى او هتناسب بشكل طردي مع القدره الكهربيه المستهلكه، وانا عارف ان القدره الكهربيه هي اي الفعاله تربيع قيمه المقاومه. معنى كده ان سيتا هتتناسب طرديا مع مربع القيمه الفعاله للتيار. يبقى انا مش بتناسب طردي مع اي، لا انا بتناسب طردي مع اي تربيع، وبالتالي التدريج هيبقى تدريج غير منتظم. لو هقارن كده تدريج الاميتر العادي بالاميتر الحراري، اميتر ذو ملف متحرك وهنا اميتر حراري، هقول له لما الاثنين بيقيسوا تيار اسمه اي، انا عارف ان الاميتر ذو الملف المتحرك سيتا كانت طرديه مع شده التيار اي، هنا سيتا هتبقى طرديه مع اي تربيع، طبعا قيمه فعاله. فالمؤشر هنا مشاور عند الصفر والمؤشر هنا مشاور عند الصفر في حاله عدم مرور تيار. لما هيمر تيار قيمته اي، المؤشر اللي هنا هينحرف بزاويه اسمها سيتا ويشاور على اي، وهنا هينحرف بزاويه اسمها سيتا ويشاور على اي. طب لما التيار يزداد للضعف، هقول له هنا سيتا طرديه مع التيار، لو التيار زاد للضعف الزاويه سيتا دي هتزداد للضعف وتشاور هنا عند الاثنين اي، يبقى سيتا دي هي نص سيتا دي. لكن هنا انا كان عندي زاويه انحراف اسمها سيتا، لما التيار هيزداد للضعف 2 تربيع السيتا هتزداد لاربع امثالها، يبقى اقول لك دي 1 2 3 4، يبقى تشاور عند الاثنين اي هنا، لان سيتا في الحاله الثانيه هتبقى 4 امثال الحاله الاولى. فبكده تدريج الاميتر الحراري هو تدريج غير منتظم. يبقى انا عندي الاميتر الحراري هو جهاز يستخدم لقياس كل من شده التيارات المستمره والمتردده. ليه؟ عشان هو بيعمل على اساس علمي، وهو التاثير الحراري للتيار الكهربي، وسواء كان تيار متردد او تيار مستمر فالاثنين هيبقى ليهم تاثير حراري. الجهاز عباره عن سبيكه من البلاتين ايريديوم بتتمدد بسبب التأثير الحراري للتيار الكهربي المار فيها. التيار بيجي يتوزع على طريقين، جزء بيخش في سبيكة البلاتين إيريديوم، الجزء الثاني بينزل في مقاومة المجزئ تحت. جزء التيار اللي بيمر خلال سبيكة البلاتين إيريديوم بيبدأ بسبب تأثيره الحراري يسخنها فالسبيكة تتمدد، والملف الزنبركي اللي دوره جعل الجهاز دائما في حالة شد يبدأ ان هو يشد السبيكة لتحت فالمؤشر يدور. المؤشر بيستقر لما كمية الحرارة اللي هو او اللي السبيكه بتكتسبها من التيار الكهربي هتساوي كميه الحراره المفقوده للوسط الخارجي، وقتها بيحصل اتزان حراري ديناميكي ويستقر المؤشر عند قراءه التيار. جهاز الاميتر الحراري فيه عيبين مهمين جدا. العيوب، هقول له العيب رقم 1 ان الجهاز بطيء جدا، والعيب رقم 2 ويسمى بالخطأ الصفري. ايه قصه الخطأ الصفري؟ قال لي دلوقتي احنا حاطين سليكه بلاتين ايريديوم ودي بتتاثر باقل درجات حراره. طب لو انا حاطط الجهاز بتاعي بدون توصيل تيار كهربي بس الجو حواليه حر جدا، يعني الوسط حوالين الجهاز حار جدا، هتبدا سبيكه البلاتين ايريديوم عشان حرارتها اقل من الوسط المحيط بيها هتكتسب حراره من الوسط المحيط، ولما هتكتسب حراره هتتمدد وبالتالي الملف الزنبرقي هيسحب لتحت والمؤشر هيدور هيبقى مشاور على قراءه غير الصفر في حين ان انا مش موصل تيار، فالجهاز بتاعي هيبقى مقايس تيار من غير ما يبقى ماشي جواه تيار. فعشان كده بيسمى الخطأ الصفري، ان المؤشر هيبقى واقف على حته غير الصفر في حين ان مفيش تيار نار في الجهاز. طب دي ليها علاج؟ يقول لك اه ليها علاج. ايه بقى العلاج بتاعها؟ ان انا بحط او بثبت سبيكه البلاتين ايريديوم على صفيحه من نفس او من معدن ليه نفس معامل التمدد الحراري للسبيكه بتاعتي، وبالتالي لما يحصل اكتساب حراره من الوسط المحيط السبيكه هتتمدد والصفيحه اللي انا محطوط عليها هتتمدد، وبالتالي يفضل الجهاز مشدود فالملف الزنبركي مش هيشد السبيكه لتحت وبالتالي المؤشر مش هيدور. يبقى ده
هقول له يتم علاجه او تفاديه عن طريق وضع سبيكة البلاتين هيريديوم على صفيحة من معدن له نفس معامل التمدد الحراري للسبيكة، وبالتالي بعد ما احطها على الصفيحة دي لو اتحط الجهاز في جو حار يبقى انا عندي المؤشر او عندي هنا السبيكة بتاعتي لما هثبتها هنا على صفيحة من نفس المعدن بتاعها هيبدأ الاتنين يتمددوا، فالمؤشر هيبقى مشاور على الصفر بالرغم ان الجو حر، بس الاتنين اتمددوا فالملف الزنجركي ما شدش السبيكة لتحت، فكده انا بعالج الخطأ الصفري. يبقى الخطأ الصفري بيبقى بسبب سخونة الوسط المحيط بالجهاز، فبيبدأ المؤشر يدور بدون مرور تيار وبيشاور على قراية غير الصفر، وبيتم علاجها عن طريق وضع سبيكة البلاتين إيريديوم على صفيحة على نفس معامل التمدد الحراري. طب ده كده هو جهاز الأميتر الحراري. ده بعد كده هيكلمني على ايه؟ قال لي انا هكلمك على دوائر التيار المتردد والمقسمة إلى دوائر المقاومة الأومية وملفات الحث والمكثفات السعوية. أولا ناخد دائرة R. مصدر تيار متردد متصل على التوالي مع مقاومة أومية عديمة الحث أو يسموها مقاومة أومية صفر. أولا هنا أنا عارف إن في للدينامو كانت بتساوي في عظمى في ساين أوميجا تي. لو هبص على التيار هلاقي التيار كان بيساوي بي على ار، فقيمة اي العظمى فقيمة اي هتساوي قيمة في عظمى على ار هي اي عظمى في ساين اوميجا تي. لو حبيت كده ارسم علاقة بين التيار والزاوية او الزمن والجهد والزمن، هقول له لو انت رسمت قيمة الفي هلاقي ان الفي عند زاوية بصفر ساين صفر بصفر، فهلاقي ان الفي بصفر تزداد توصل عظمى وتقل ترجع صفر، يبقى اللي بالاسود هو في. هلاقي ان هاي بالازرق اهي برضه عند زمن بصفر ساين صفر بصفر، يبقى اي بصفر وقيمتها هتزيد وتقل شبه الجهد بالظبط. وبكده انا اكتشفت ان المقاومه الاوميه التيار والجهد فيها الاثنين بيكونوا صفر في نفس اللحظه، بيزيدوا مع بعض يوصلوا عظمى في نفس اللحظه ويقلوا مع بعض وهكذا. فاكتشفت ان جهد المقاومه يتفق في الطور مع التيار، يعني لو التيار بيمشي في الاتجاه ده هيكون جهد المقاومه متفق معاه في الطور، يعني معاه في نفس الاتجاه بالمنظر ده. وبكده عرفت ان المقاومه ما بتعطلش التيار ولا بتعطل الجهد، سايبه الجهد والتيار يكونوا متفقين في الطور. طب هي المقاومه الاوميه دي عباره عن ايه؟ هقول له ار كان اسمها مقاومه اوميه. اعرف عنها كام حاجه؟ يقول لي تعرف عنها 4 حاجات. اولا انت عرفتها ايه هي المقاومه؟ هقول له هي الممانعه التي يلقاها التيار نتيجه الاحتكاك. اعرف عنها ايه تاني؟ قال لي تعرف عنها وحده القياس، ووحده قياسها هي الاوم، لان ار كانت بتساوي في على اي فولت على امبير، وفولت على امبير هي اوم. اعرف عنها انها في دوائر التيار المستمر وفي دوائر التيار المتردد لها نفس القيمه، ار بتساوي رو اي بطول السلك على مساحه مقطعه. ما بتفرقش معاها التيار اللي ماشي فيها وتيار مستمر ولا تيار متردد، بمعنى انها لا تعتمد على تردد التيار. في التيار المستمر تردده بصفر ليها قيمه، في التيار المتردد وفي قيمه للتردد هيبقى ليها نفس القيمه. اعرف عنها ايه كمان؟ اعرف عنها انها بتستهلك الطاقه الكهربائيه.
بتحولها لايه؟ هقول له بسبب الاحتكاك بتحولها لصورة طاقة حرارية، بحيث ان القدرة المستهلكة في المقاومة بتساوي اي فعالة تربيع ار. واعرف ان اي بتساوي في على ار، يعني اي عظمى هي في عظمى للدينامو على ار، في عظمى هي ال في بي في اي في اوميجا او في 2 باي في التردد على قيمة المقاومة، وهي رو اي في ال على طول الموصل. يعني العلاقة ما بين شدة التيار وتردد التيار في دائرة المقاومة الأومية اي مع اف هي علاقة طردية. يبقى لما يجي يطلب مني كده علاقة بين اي عظمى وتردد في دائرة مقاومة أومية، هقول له هي علاقة طردية. طب ده بالنسبه للمقاومه الاوميه. عرفت ان المقاومه الاوميه ما عطلتش لا اي ولا في، بس استهلكت كهرباء. يبقى هقول له المقاومه الاوميه ار بتعمل ايه بقى؟ هقول له تستهلك وما تعطلش. يبقى المقاومه الاوميه تستهلك وما تعطلش. طيب هاجي بعد كده ومكان المقاومه الاوميه هوصل الدينامو بتاعي مع دايره ملف حس، وهقول لك هي دايره ال او ال سيركت. مصدر تيار متردد مع ملف حس على التوالي، ملف حس عديم المقاومة الأومية. عندي معامل حس ذاتي ال ومقاومته تساوي الصفر. طيب بسبب تغير التيار أو بسبب تردد التيار اللي هنا، هيبدأ ملف الحس يتولد على طرفي قوة دفعة مستحثة بالحس الذاتي، هيتولد على طرفين الملف دي من الحس الذاتي، وقانونها كان بيساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. يعني هلاقي ان هنا الجهد بيكون طردي مع معدل تغير التيار، او انا عارف من الفصل الثالث ان دايما ملف الحس بيعطل تغير التيار داخله سواء التيار بيزيد او التيار بيقل. يبقى دايما ملف الحس هيأخر التيار، وطالما هأخر التيار يبقى هسيب الفي تسبق اي، يبقى هقول له جهد الملف يتقدم على التيار في الطور. طب هيسبقوا بقد ايه؟ هقول لك هيسبقوا بمقدار ربع دورة. يعني لو دي هي اي، في الملف سبقت ولفت بمقدار 90 درجة، فتكون زاوية الطور سيتا تساوي 90 درجة، ودي كده قلنا هي زاوية الطور، هي الفرق ما بين الجهد والتيار. يبقى هنا جهد الملف بيتقدم على التيار بمقدار ربع دورة. طب في الدايره هنا لو حبيت اجيب شده التيار هقول له اي بتساوي في على ايه؟ ما هنا مفيش مقاومه، المقاومه بصفر. بس هل في حاجه عطلت التيار ولا لا؟ ما هي المقاومه هي ممانعه للتيار. هل هنا في ممانعه للتيار؟ اقول لك اه، تيار اتمنع بسبب الحس الذاتي. فهنا اللي هيمنع التيار هنسميها اكس ال. مين اكس ال وسميناها ايه؟ اكس ال سميناها باسم المفاعله الحسيه للملف. ايه هي المفاعله الحسيه؟ وهعرف عنها كام حاجه. يقول لي هنعرف عنها 4 حاجات. اولا التعريف، برضه شبه المقاومه، هي الممانعه التي يلقاها التيار. طب المره دي انا بلقاها بسبب ايه؟ ما هنا مفيش احتكاك، هقول له في ممانعه بسبب الحس الذاتي، يبقى هي الممانعه التي يلقاها التيار بسبب الحس الذاتي. طب ايه كمان؟ يقول لي وحده قياسها. وحده القياس عباره عن ايه يا عم؟ هقول له وحده القياس بسبب انها فولت على امبير، يبقى برضه وحده القياس هتظل اوم. اعرف عنها ايه كمان؟ قال لي والله في دايره تيار مستمر ما كانش عندي حاجه اسمها مفاعله حسيه، لان في التيار المستمر مفيش حس ذاتي، فقيمه المفاعله الحسيه بتساوي صفر. امال هي ظهرت امتى؟ هقول له ظهرت بسبب التيار المتردد في وجود الحس الذاتي. يعني في وجود التيار المتردد اصبح ليها قيمه، وبقت اكس ال تساوي اوميجا في ال، يعني اكس ال بتساوي 2 باي في التردد في معامل الحس الذاتي ال.
يعني اكس ال طرديه مع التردد وطرديه مع معامل الحث الذاتي، وما ننساش ان ال كانت معامل الحث الذاتي وتساوي نيو ان تربيع في المساحه على طول الملف. طب اعرف ايه كمان عن اكس ال؟ قال لي دلوقتي ده ملف لما التيار بيمشي فيه بتقوم بتخزين الطاقة الكهربية، يبقى هي بتخزن الكهرباء اللي بتمشي جواها. ازاي بقى؟ هقول له في صورة مجال مغناطيسي. وطالما انا بخزن الطاقة الكهربية يبقى انا ما بستهلكهاش، يعني القدرة المستهلكة داخل الملف الحث تساوي الصفر. معنى كده ان المفاعلة الحسية هقول له هي عطلت الاي عن الفي فهي تعطل، بس ما استهلكتش كهرباء فهي ما تستهلكش. يبقى عرفنا ان المقاومة عملت ايه؟ اقول له المقاومة استهلكت الطاقة الكهربية بصورة طاقة حرارية، بس ما عطلتش لا اي ولا في، كانت جهد والتيار فيها متفقين في الطور. ملف الحث هيعطل الاي عن الفي فيكون جهد الملف متقدم على التيار بمقدار ربع دورة، او التيار المار في الملف متأخر عن الجهد بمقدار ربع دورة، بحيث ان المفاعله الحسيه عطلت اي عن في فما تستهلكش كهرباء وتبقى القدره المفقوده داخلها تساوي الصفر. وعرفنا ان اكس ال هي 2 باي في اف في ال، وقيمتها في التيار المستمر كانت تساوي الصفر. جه بعد كده وكلمني على توصيل الملفات، او قبل توصيل الملفات خلينا نجيب العلاقه ما بين اي عظمى والتردد. دلوقتي انا عارف ان اي العظمى هي في عظمى على اكسل. في عظمى للدينامو كانت ان في بي في ايه في 2 باي اف، واكس ال هي 2 باي اف ال، ومن هنا ال 2 باي اف هتروح فوق وتحت، هتبقى قيمة الاي مفيش تردد في القانون، فالتردد راح، يبقى العلاقة مع التردد هي علاقة ثابتة. بعد كده زي ما قلت لكم هنتكلم على توصيل الملفات، والملفات زيها زي المقاومة هتتوصل بطريقتين، على التوالي وعلى التوازي. في حالة توصيل ملفين على التوالي، هنا ال1 هنا ال2، هتكون قيمة ال المكافأة ليهم هي جمعهم ال1 زائد ال2. وفي حالة توصيل ملفين على التوازي، ال1 وال2 هحسب بقانون توازي المقاومات، وال المكافأة هي حاصل ضرب الملفين على جمعهم، يبقى زيها زي المقاومة في التوصيل بالظبط. هاجي وهتكلم على المكون الثالث وهي دائرة المكثف السعوي، هي دائرة سي. هجيب مصدر تيار متردد وهوصله على التوالي مع مكثف سعوي. بس الأول تعالوا نفتكر إيه هو المكثف. قال لي المكثف عبارة عن لوحين معدنيين بينهما عازل. طب المكثف كان بيعمل إيه؟ قال لي المكثف لو أنت خدته ووصلته مع دايرة تيار مستمر، فعند غلق الدايرة هيحصل ايه بقى؟ اقول له هيتم مرور التيار، هيبدا يمشي تيار، تتراكم هنا شحنات سالبه والجهد يقل، تتراكم هنا شحنات موجبه والجهد يزيد، المكثف بيشحن وفرق جهده بيزيد، يبقى يتم مرور التيار حتى تمام شحن المكثف. لو فاكرين مع بعض لحد ايه بقى تمام شحن المكثف دي؟ لحد ما بيه على طرفين المكثف او على لوحين المكثف تبقى بتساوي قوة الدفعة الكهربية للبطارية. هقول له ثم ينعدم التيار ويعامل المكثف معاملة المفتاح المفتوح، لأن مفيش تيار اي بصفر.
هيبقى المكثف هيمر التيار للحظات حتى تنام شحن المكثف ويعامل المكثف معامله المفتاح المفتوح. طب ايه الفرق لما اوصله مع تيار مستمر وتيار متردد؟ هقول لك ان هنا التيار ما بيثبتش، قيمه التيار قاعده بتزيد وتقل. يبقى المكثف طول ما هو اقل من المصدر هو بيشحن، اول ما يبقى اكبر من المصدر هيبدا هو اللي يفرغ ويفضل التيار شغال ما بين شحن وتفريغ. جه بعد كده وقال لي خلي بالك ان لكل مكثف سعه. المكثف دوت بيبقى ليه سعه تخزين معينه، سعه المكثف كنا بنسميها سي، وقال لي السي بتساوي كميه الشحنه المتراكمه على احد اللوحين على فرق الجهد ما بين اللوحين، يبقى سي بتساوي كيو على م. طب لما هوصل المكثف مع دايره تيار متردد هيحصل ايه بقى؟ هقول لك اولا انا عارف ان جهد المصدر في مصدر بتبقى ده صفر، تزيد توصل عظمى تقل ترجع صفر تزيد وهكذا، يبقى ده هو التيار المتردد. طول ما جهد المكثف اقل من جهد المصدر، جهد المصدر بصفر المكثف مش مشحون، هيبدا جهد المصدر يزيد فالمكثف يشحن لحد ما يزيد ويتساوى مع جهد المصدر. المصدر هيرجع يقل فالمكثف يبقى هو اللي بيفرغ ويبدا يفرغ الشحنات داخله. تيار الدينامو يعكس اتجاهه ويبدا يزيد فيتم شحن المكثف بشحنات معكوسه. تيار الدينامو هيقل يبقى تيار المكثف هو المكثف اللي يفرغ والتيار يخرج، يبقى ايه؟ المكثف هو اللي بيفرغ. بعدين يرجع تاني الدينامو جهده يزيد يشحن المكثف، يبقى المكثف بيتبادل الادوار مع الدينامو. ربع دوره اول بيتم شحن المكثف، الربع دوره اللي وراها بيتم تفريغ المكثف، وهكذا ويستمر التيار. بحيث ان انا عارف ان في المكثف بيكون بسبب العزل، بسبب الشحنه اللي بتتراكم على اللوحين كان التيار بيبدا يمر، وبعد تراكم الشحنات بيتكون فرق الجهد على اللوحين. يعني هنا اللي موجود الاول الاي مش الفي، فاقول له خلي بالك ان جهد المكثف بيتاخر عن التيار في الطور. بيتاخر بقد ايه؟ هقول له بيتاخر بمقدار ربع دوره. يعني هنا لو دي اي جهد المكثف متأخر تحتها ب90 درجة، فتكون زاوية الطور هي سالب 90. الزاوية بين الجهد والتيار تساوي سالب 90 درجة. طب لو عايز احسب اي هتساوي ايه؟ هقول له اي بتساوي في، هنا مفيش مقاومة بس برضه حصل ممانعة للتيار بسبب العزل بسبب سعة المكثف، هتسمى المفاعلة السعوية اكس سي. مين هي اكس سي؟ هقول له اكس سي بعنوان المفاعله السعويه. هعرف عنها كام حاجه؟ قال لي هعرف عنها 4 حاجات. واحد، عرفت ايه هي؟ هي الممانعه التي يلقاها التيار بسبب مين المره دي؟ هقول له بسبب سعه المكثف. 2، وحده القياس وتقاس بالاو. 3، قيمه اكس سي في حاله التيار المستمر هقول له هتساوي ما لا نهايه، لانه بيعتبر مفتاح مفتوح، والدايره المفتوحه تيارها بصفر ومقاومتها لا نهائيه. طب في حاله التيار المتردد هي طبعا هتعتمد على تردد التيار اللي هيبقى ليها قيمه. في حاله التيار المتردد هي 1 على اوميجا سي، يعني 1 على 2 باي اف سي، وبالتالي قيمه المفاعله السعويه بتكون عكسيه مع التردد. اخيرا يقول لي ان المكثف التيار اللي ماشى جواه هو خزنه في صوره شحنات كهربائيه، يبقى تقوم بتخزين الطاقه الكهربيه في صوره مجال كهربي، شحنه موجبه وشحنه سالبه. وبالتالي القدره المفقوده داخل المكثف هتساوي، اقول له هتساوي الصفر، مفيش قدره انا بفقدها. يبقى كده المفاعله السعويه برضو عطلت وما تستهلكش، يبقى اي مقاومه تستهلك وما تعطلش، اي مفاعله تعطل وما تستهلكش. هاجي بعد كده واسهل، بما ان اي بتساوي في على اكس سي،
فهتكون اي العظمى هي في عظمى على اكس سي، يعني بتساوي ان في في اي اوميجا او في 2 باي اف على اكس سي، وهي 1 على 2 باي اف سي. مقام المقام هيبقى بسط، فهتكون اي العظمى بتساوي ان بي في ايه 2 في 2 4 باي في باي، هي باي تربيع اف تربيع في سي. يعني اي في دائرة المكثف تتناسب طرديا مع مربع قيمة التردد، يعني العلاقة بين اي العظمى والتردد في دائرة المكثف هي علاقة تربيعية. هيجي بعد كده ويتكلم معايا على توصيل المكثفات. المكثفات لما هوصلها ببعض هيبقى ايه القصة؟ قال لي والله التوصيل اللي هنا يا يكون توالي يا يكون توازي. في حالة توصيل التوالي هتختلف معايا لو هو جايب لي مفاعلة سعوية ولا جايب لي سعة مكثف. بمعنى لو هو جايب لي دلوقتي كده اكس سي 1 واكس سي 2، هقول له المفاعلة زيها زي المقاومة، فالتوالي يبقى توالي والتوازي يبقى توازي. يبقى هنا هحسب اكس سي المكافأة هي اكس سي 1 زائد اكس سي 2. طب لو هو جايبها لي بصورة سعة، وعندي هنا مثلا سعة مكثف اسمه سي وهنا سعة مكثف اسمه 2 سي، وقتها كنت بقول ان التوالي بحسبه بقانون توازي المقاومات والتوازي هحسبه بقانون توالي المقاومات. يبقى هنا عشان اجيب السعة المكافئة هنحسب بقانون توازي المقاومة، حاصل ضربهم على مجموعهم يبقى سي في 2 سي على سي زائد 2 سي وتطلع 2 على 3 سي. طب التوصيل اللي قدامي هقول له هو توصيل توالي بيتميز بثبات التيار، يعني انا عندي شحنه ثابته يبقى كيو ثابته، والفي هي اللي بتتوزع على المقاومات على المكثفات. طب ما انا عارف ان كيو بتساوي سي في في، او عارف ان سي بتساوي كيو على في. عند ثبات الكيو العلاقه بين السي والفي هتبقى علاقه عكسيه، يعني المكثف ذو السعه الاقل هيتوزع له جهد اكبر، يبقى هنا نسبه السعه 1:2. عكسي مع الجهد، يبقى الجهد هنا اسمه 2 في والجهد هنا يبقى اسمه في واحده. طب في حاله توصيل التوازي بقى هقول له دلوقتي لو انت جايب لي اكس سي 1 واكس سي 2، هقول له التوازي توازي عادي، يبقى هنا اكس سي المكافأة هتساوي حاصل ضرب المفاعلتين اكس سي 1 في اكس سي 2 على اكس سي 1 زائد اكس سي 2. طب لو هو جايبها لي بصورة سعة، عندي هنا مكثف سي وهنا مكثف 2 سي، زي ما قلنا التوالي حسبناه بقانون التوازي، والتوازي هحسبه بقانون توالي المقاومة، وتبقى السعة المكافأة اللي هنا هي جمع الاتنين، يبقى سي زائد 2 سي وتساوي 3 سي. طب في توصيل التوازي كان بيتميز بايه؟ هقول له كان بيتميز بثبات الجهد، يبقى في للفرعين متساوية، بما ان كيو بتساوي سي في لما الفي ثابتة العلاقة بين الكيو والسعة هي علاقة طردية. فالشحنة اللي ماشية هنا هتيجي هنا تتوزع طردية مع السي، يبقى المكثف اللي سعته سي لو كانت شحنة اسمها كيو، المكثف 2 سي ياخد شحنة الضعف وتبقى الشحنة هنا هي 2 كيو، وبكده الشحنة الكلية احنا افترضنا ان هي 3 كيو. يبقى اتعلمت كل مكون لوحده، سواء الار سواء ال سواء السي، كل واحد فيهم بيبقى عامل ازاي في دايره التيار المستمر وبيبقى عامل ازاي مع دايره التيار المتردد. هيجي بعد كده ويدمج لي المكونات مع بعض ونكتب الدايره المجمعه وهي دائره الار ال سي. مصدر تيار متردد متصل على التوالي مع مقاومه اوميه وملف حث ومكثف سعوي ار وال وسي. اول حاجه هبص عليها قال لي هبص على التيار. بالنسبه للتيار
المكونات اللي عندي متوصله على التوالي، وبالتالي التيار المار فيهم بيكون متساوي، فاقول له ان تيار المقاومه بيساوي التيار المار في الملف بيساوي التيار المار في المكثف بيساوي تيار المصدر وهو التيار الكلي، وبيساوي في مصدر في كلي على، هنا بقى عندي ار، عندي اكس ال، عندي اكس سي. المعوقه الكليه كنا بنسميها زد. طب لو بصيت على الجهد على كل مكون هلاقي ان انا عندي في مقاومه. هقول له اولا انا عندي في ار بتساوي ايه؟ هقول له بتساوي اي في ار وتتفق مع التيار في الطور. يعني لو عندي اي اهو، في المقاومه فين؟ في المقاومه متفقه مع التيار في الطور بالشكل ده. عندي ايه تاني؟ هقول له انا عندي في للملف، في ال بتساوي اي في اكس ال، ومالها؟ هقول له بتتقدم على التيار في الطور بمقدار ربع دور. يبقى الزاويه دي كده هي ايه؟ 90 درجه. عندي مين كمان؟ هقول له انا عندي في مكثف، وفي سي بتساوي اي في اكس سي، وبتتاخر عن التيار في الطور بمقدار ربع دوره. وبكده بي الملف بتتقدم على بي المكثف في الطور بمقدار 180 درجه. هاجي بعد كده واقول انا عايز احسب في كلي او في للمصدر اللي عندي هو مصدر التيار ادينا. في كليه هتبقى عباره عن ايه؟ هقول انا عندي هنا جهدين عكس بعض، هطرح في ال ناقص في سي. محصله دول هتكون عموديه على جهد المقاومه. هجيب المحصله بقانون فيثاغورس، ربع اول ربع تاني واجمع تحت الجذر، يبقى الجهد الكلي هو جذر في ار تربيع زائد في ال ناقص في سي الكل تربيع. طب لو عايز احسب المعوقه الكليه للدايره، المعوقه الكليه واللي قلنا اسمها زد، المعوقه بتساوي ايه من قانون اوم؟ هقول له زد بتساوي في على اي. يعني زد هتساوي في اهي، هاجي من كل في اشيل اي، في ار هشيل منها اي يتبقى جذر ار تربيع زائد، هنا يتبقى اكس ال، هنا يتبقى اكس سي، يبقى اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع. وده كده هو قانون المعوقه. طب ايه كمان؟ هقول له مين اللي بيستهلك قدره هنا؟ ار استهلكت وما عطلتش، الاكس سي والاكس ال عطلوا وما استهلكوش. فالحاجه الوحيده اللي بتستهلك قدره هنا وتبقى القدره المستهلكه هي القدره المستهلكه في المقاومه مربع القيمه الفعاله للتيار في قيمه المقاومه للدايره ار. ايه كمان؟ قال انا عايز اتكلم كمان على فرق الطور، عايز اعرف في الكليه هيبقى مكانها فين، هتتقدم ولا هتتاخر عن التيار. بالمناسبه القوانين اللي قدامي هي قوانين تنفع لاي دايره بالفصل الرابع، بحيث ان اي دايره فيها مكونين بس هاجي في القانون اشيل القيمه اللي مش موجوده. يعني مثلا لو دايره ار ان عايز احسب جهد كلي، يبقى اقول له جذر في ار تربيع زائد في ال تربيع وفي سي بصفر. طب مثلا دايره ار مع سي وعايز احسب المعوقه، يبقى اقول له المعوقه هي جذر ار تربيع زائد اكس سي تربيع واكس ال بصفر وهكذا. فالمكون اللي مش موجود احطه في القانون بصفر وابدا ان انا اشتغل. طب لو عايز احسب فرق الطور او زاويه الطور، قال لي هنا هيبقى عندنا ثلاث حالات. اول حاله عند الترددات الصغيره. عن ترددات صغيره، قيمه تردد صغير قيمه اكس سي بتكون كبيره، قيمه اكس ال هتكون صغيره عشان طرديه مع التردد، يبقى اكس سي هتبقى اكبر من اكس ال. وبما ان اكس سي اكبر من اكس ال هيكون جهد المكثف اكبر من جهد الملف، يبقى الجهد يتسحب ناحيه في سي، ويبقى هنا في سي ناقص في ال متاخره عن اي بمقدار ربع دوره. وهنا في جهد المقاومه في ار. لو بصيت على الجهدين هلاقي في ار عموديه مع في سي ناقص في ال، الجهد الكلي او الجهد المحصل هيبقى ما بين الاثنين بالشكل ده. فهنا كده هي في الكليه تحت التيار يبقى تتاخر عن التيار بمقدار هنسميه سيتا.
معنى كده ان في توتال تتأخر عن التيار في الطور، هقول له بمقدار اسمه سيتا. طب لو عايز احسب سيتا ببساطة، تان سيتا هتساوي تان سيتا هو ميل الخط اللي عندي، يبقى صاد على س، يبقى في سي ناقص في ال على في ار، او اكس سي ناقص اكس ال على قيمة المقاومة ار. وبما ان الجهد اتأخر عن التيار، هقول له الدايرة هتكون ليها خصائص سعوية، خصائص المكثف السعوي. الحالة الثانية هتبقى عن الترددات العالية او الكبيرة. تردد كبير يبقى قيمة اكس ال كبيرة، قيمة اكس سي صغيرة، فتكون اكس ال اكبر من اكس سي، وبالتالي جهد الملف هيبقى اكبر من جهد المكثف، فيبقى جهد او طرح الاثنين اتجاهه لاعلى. هنا في ال ناقص في سي، هنا قيمة التيار اي متفقة في الطور مع جهد المقاومة. الجهد الكلي هيبقى فين؟ هقول له الجهد الكلي هو محصلة للجهدين المتعامدين، فيبقى ما بينهم. كده هو بقى فوق التيار، طالما فوق التيار فهو يتقدم على التيار بزاوية هنسميها سيتا. يبقى اقول له اذا كان اكس ال اكبر من اكس سي، هيكون في الكلي يتقدم على اي في الطور بمقدار هنسميه سيتا، وتان سيتا بتساوي نفس القانون اكس ال ناقص اكس سي على قيمة المقاومة ار. وبما ان الجهد اتقدم على التيار، اللي بيخلي الجهد يتقدم هو ملف الحث، فالدايره يكون ليها خصائص ملف الحث، وهي خصائص حسيه. ينبقى معايا في الفصل الحاله اللي في النص. الحاله اللي في النص عند تردد محدد بتكون عنده قيمه اكس ال مساويه لقيمه اكس سي، سميت حاله الرنين. وفي حالة الرنين قلنا اكس ال بتساوي اكس سي، يعني في ال بتساوي في سي، ومنها الجهد الكلي هيكون بيساوي جهد المقاومة. يعني جهد المقاومة كانت فين؟ هقول له جهد المقاومة متفق مع التيار في الطور، ادي في ار، المرة دي هي بتساوي الجهد الكلي. يبقى انا لقيت ان الجهد الكلي بيتفق مع اي في الطور، وبالتالي اقدر اقول ان زاوية الطور تساوي الصفر. طب زاوية الطور بتساوي صفر، يبقى كده الجهد لا اتقدم ولا اتأخر، الجهد متفق مع التيار في الطور. يبقى الدايرة يكون عندها خصائص المقاومة الأومية، يعني عندها خصائص أومية. طب لو عايز احسب المعوقة زد، هقول له زد كانت بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع. اكس ال ناقص اكس سي هتبقى بصفر لان القيمتين متساويين، يبقى يتبقى ان الزد هي جذر ار تربيع، وبكده الزد هتبقى بتساوي الار، ويقول لي ان دي بتكون نهاية صغرى للمعوقة. اصغر قيمة ممكنة للمعوقة بتبقى في حالة الرنين. طب ما انا عارف ان اي كانت بتساوي في على زد، معنى كده ان اي هتساوي في على ار، وطالما المعوقة في اصغر قيمة ليها يبقى التيار هيكون في اكبر قيمة ليه، يبقى دي كده هتكون نهاية عظمى للتيار. فالتيار بيكون اكبر ما يكون في حالة الرنين، واي خروج او اي تغير عن حالة الرنين لازم قيمة التيار تقل. ايا كان التغير اللي هو بيعمله في الدايرة، طالما كنت في حالة رنين وخرجت منها لازم قيمة التيار تقل عشان قيمة المعوقة بتزداد. وطبعا القدرة المفقودة احنا عارفين ان هي اي تربيع في ار ما بتتغيرش، وبرضه قيمة القدرة بتكون اكبر ما يكون عشان قيمة التيار بيكون كبيرة. كل اللي احنا كاتبينه قدامنا دي هي خصائص حالة الرنين. اي حاجة او اي جملة فيهم تتقال لي في السؤال ابقى عارف ان انا بشكل مباشر في حالة الرنين. حالة الرنين دي انا بستفاد بيها ان انا ببقى عندي تردد محدد اسمه تردد الرنين. بيساوي ايه؟ يقول لك بيساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. ده كده هو قيمة تردد
الرنين. وتعالوا بقى نشتغل على قانون تردد الرنين بشكل اكتر. احنا قلنا ان تردد الرنين اف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال في سي، جذر معامل الحث الذاتي في السعه. ال قلنا هو معامل الحث الذاتي وبيساوي ميو في ان تربيع في المساحه على الطول. سي هي سعه المكثف وتساوي الشحنه المتراكمه على احد الجوحين على الفي. عرفت ان اف هتتناسب عكسيا مع جذر ال وجذر السي، يعني اف 2 على اف في الحاله الاولى هتكون بتساوي جذر ال 1 سي 1 على ال 2 سي 2. طيب لو حبيت ارسم علاقه ما بين الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دي مع التردد اف، قال لي اولا في اكس ال قيمتها 2 باي اف ال طرديه مع التردد، يبقى انا بشكل طردي كده هرسم اكس ال. بعدين عندي اكس سي، واكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي عكسيه مع التردد بالشكل ده. عندنا قيمه مقاومه ار، وار كانت بتساوي رو اي في ال على المساحه، ما بتعتمدش على التردد، علاقتها مع التردد هي علاقه ثابته. لما تكون اكس ال عند الترددات الصغيره هنا كده، افصل من عند القيمه دي، هنا عنده ترددات صغيره قيمه اكس سي اكبر من قيمه اكس ال تحت اهي بالاسود، فالدايره يكون ليها خصائص سعويه. وعند الترددات الكبيره اكس ال بالاسود اكبر من اكس سي بالازرق، فالدايره يكون ليها خصائص ملف الحث وهي خصائص حسيه. عند القيمه دي بالتحديد اكس سي بتساوي اكس ال، فهنا هي حاله الرنين، يبقى ده كده اسمه تردد الرنين. واتفقنا ان هو بيساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. عندها بتكون المعوقه زد بتساوي ار، يبقى انا هقول له هنا دي هي اقل قيمه للزد بتساوي ار. بعد حاله الرنين هتبدا المعوقه في الاتجاهين لتزداد، لان عند حاله الرنين الزد بتكون في اقل قيمه، يبقى دي كده هي زد، وعند القيمه دي زد بتساوي ار. طب برضه في حالة الرنين هلاقي ان التيار بيكون قيمة عظمى، وبعد حالة الرنين هتبدأ اي تقل في اي اتجاه لان المعوقة بتزداد. وفي حالة الرنين تكون للدائرة خصائص، يبقى اقول له دي كده حالة رنين والدايرة عندها خصائص قومية. يبقى احنا كده لمينا بشكل مختصر كل دوائر الفصل الرابع وكل الحالات اللي عندي، والدايره امتى يبقى ليها خصائص سواء حسيه او سعويه او اوميه. ختم الفصل واتكلم معايا على الدائره المبتزه. الدائره المهتزه هي دايره ار ال سي في حاله رنين، بحيث ان انا دلوقتي بيبقى عندي بطاريه متوصله بمفتاح مع مكثف سعوي متوصل بمفتاح مع ملف حث. عند غلط المفتاح A، يبقى ده كده اسمه A وده اسمه B، هقول له عند غلط المفتاح A يبقى الدايره بتاعتي هتبقى بالمنظر ده، فهيتم شحن المكثف هنا بشحنات موجبه وهنا بشحنات سالبه، يبقى هيتم شحن المكثف. بعد المكثف ما يتشحن هنفتح A ونقفل B، فالدايره بتاعتي هتبقى بالمنظر ده، مكثف مشحون وملف حث. بدايه يقول لك الشحنه في الدايره، الشحنه على المكثف هي قيمه عظمى، يبقى انا عندي هنا كيو قيمه عظمى، والدايره ما فيهاش تيار لان المفتاح كان مفتوح، يبقى اي هتساوي صفر، يبقى انا عندي هنا عندي الاي بصفر. طيب مع الوقت هيبدا المكثف يفرغ شحناته ويمشي تيار في الدايره،
فتبدأ قيمة الشحنة المتراكمة داخل أو بين لوحين أو على لوحين المكثف هتقل. ولما الشحنة بتقل التيار هيزيد لحد ما الشحنة توصل صفر، يكون التيار وصل قيمة عظمى. بعدها هيبدأ يتولد في ملف الحث قوة دفعة مستحثة طردية، فيبدأ ملف الحث في ربع دورة الثاني أو في الربع دورة الثاني هو اللي هيمشي التيار، فيمر تيار من الملف بالشكل دوت، قوة دفعة مستحثة طردية، تيار في نفس الاتجاه الأصلي. هنا كان عندي الطاقة متخزنة في صورة مجال كهربي، اتحولت في الملف في صورة مجال مغناطيسي. هنا عندي كل الطاقة هتبقى متخزنة في صورة مجال مغناطيسي. يبدأ يمشي تيار من الملف للمكثف، فقيمة التيار ترجع تاني تقل، ومعاها قيمة الشحنة هترجع تزداد. وقت ما التيار وصل صفر الشحنة وصلت قيمة عظمى. يبقى كده دلوقتي المكثف هو اللي هيبقى مشحون. هيبدأ المكثف يشحن، يفرغ تاني شحنته بس في اتجاه معكوس، فتبدأ قيمة الكيو تقل ومعاها قيمة التيار بتزيد. وبعدين هبدأ تاني أحول من طاقة مغناطيسية لطاقة كهربية، فالتيار يقل، أو لمجال كهربي فالتيار يقل والشحنة هي اللي تزيد، وهكذا، وبيفضل يحصل ما بينهم تبادل للطاقة. طبعا الكيو معاها في نفس الطور الفي، يبقى الكيو متفق معاها كده في الطور هي مين؟ الفي. هقول له اللي بالازرق ده في، والتيار معاه في الطور المجال المغناطيسي، يبقى انا برضو مع اي في مجال مغناطيسي كده متفق مع التيار في الطور، فده كده هي مين؟ هي مجال مغناطيسي. لما يبقى في تيار قيمته عظمى في الملف يبقى الطاقة المغناطيسية المختزنة في الملف هي أكبر قيمة ليها، وهكذا. طيب يقول لي ايه بقى؟ يقول لي ان هنا بيبدا يحصل اهتزاز بمعنى تبادل الطاقه في صوره طاقه كهربيه وطاقه مغناطيسيه بين الملف والمكثف، وتفضل الطاقه رايحه جايه ما بين الاثنين. بس الطاقه اللي هنا بيسميها متخامده. يعني ايه؟ يعني مع الوقت بتستهلك وبتخلص. فهيبدا عندي التيار قيمته كبيره، بعدها يقل ويقل ويقل وهكذا لحد ما تبدأ الطاقة تخلص. بتخلص ليه؟ هقول له بسبب ان الاسلاك فيها مقاومة، فمع الوقت بيتم استهلاك الطاقة الكهربية في صورة طاقة حرارية في الاسلاك. طيب عشان احافظ على الدايرة شغالة بشكل مستمر، من وقت للتاني بنعيد توصيل المكثف بالبطارية بحيث ان يتم شحن المكثف من الاول وتفضل العملية شغالة ومستمرة. طبعا الدائرة المهتزة هقول له هي دائرة ار ال سي، وتكون دائما في حالة رنين. يبقى لو ما جابليش عليها سؤال نظري وجايب لي مسألة يقول لك دايما دائرة مهتزة، تبقى عارف ان انت دايرة في حالة رنين، وحط له قانون تردد الرنين اف بتساوي 1/2 باي جذر ال في سي. وبكده يبقى احنا راجعنا كل مواضيع الفصل الرابع. تعالوا نحل عليه افكار من النماذج الاسترشاديه ونبدا بعدها نحل الامتحان. قال في جهاز الاميتر الحراري كميه من الحراره المتولده في سلك البلاتين الإيريديوم نتيجه مرور تيار تتناسب فرديا مع ايه؟ طيب احنا قلنا ان الكيو وكانت كميه الحراره المتولده في سلك البلاتين الإيريديوم كانت بتتناسب طرديا مع الطاقه او القدره الكهربيه المستهلكة أو الطاقة الكهربائية المفقودة. يعني القدرة المستهلكة، واللي احنا عارفين إن هي كانت بتساوي أي الفعالة تربيع في R، أو كانت بتساوي في فعالة تربيع على R. ومعنى كده إن الكيو بتتناسب طردي مع I تربيع من القيمة أو I فعالة تربيع، وبتتناسب طردي مع في فعالة تربيع. ومن هنا يبقى اقول له ان كميه الحراره المتولده في سلك بلاتين إيريديوم تتناسب طرديا مع مين؟ هدور على اي تربيع او بي تربيع، هتبقى الاجابه د.
19 قال لي تتزمزم دائرة ال سي بتردد 1 ميجا هرتز. يبقى أنا عندي دائرة مهتزة التردد بتاعها بيساوي 1 ميجا هرتز، والميجا طبعا بنحولها بنضرب في 10 أس 6، يبقى التردد اللي عندنا هو 1 في 10 أس 6 هرتز. إذا كانت سعة المكثف تساوي 10 نانو فراد، والنانو هتتحول ل 10 أس سالب 9، يبقى 10 في 10 أس سالب 9 فراد، يكون معامل الحث الذاتي المستخدم يساوي. طبعا أنا عندي دايرة ال سي، دايرة مهتزة التردد بتاعها هو تردد الرنين، وكان بيساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. ممكن كنا نربع الطرفين، انا عايز هنا معامل الحث، فاقول له ان معامل الحث هو 1 على 2 تربيع 4 باي تربيع في سي، والاف تربيع هتنزل في المقام. يبقى ال هي 1 على 4 باي تربيع اف تربيع في سي، يعني هقول له 1 على 4 باي تربيع في اف تربيع، والتردد معانا ب 10 اس 6، يبقى 10 أس 6 كل تربيع في سعة المكثف، وهي 10 نانو، يعني 10 في 10 أس سالب 9. ودي كده هتطلع معانا ب2 ونص في 10 أس سالب 6 هنري. أو ممكن أشيل 10 أس سالب 6 ونكتبها 2 ونص مايكرو هنري، وتبقى الإجابة معانا هي ألف. هيجي بعد كده ويقول لي يحتوي جهاز راديو على دائرة استقبال لاسلكي مكونة من مكثف متغير السعة لالتقاط محطات راديو مختلفة. إذا كان معامل الحث الذاتي المستخدم في دائرة الضغط ال تساوي 1 ملي هنري، يعني ال ب1 في 10 أس سالب 3 هنري، وكان نطاق التردد المطلوب من 540 كيلو هرتز إلى 1600 كيلو هرتز، فإن النطاق التقليدي للساعة المطلوبة يجب أن يكون. هقول له دلوقتي أنا عندي معامل حث ذاتي قيمته 1 في 10 أس سالب 3 هنري، عندي نطاق التردد من عند اف ب 540 كيلو، والكيلو بيتحول ل 10 أس 3 هرتز، إلى تردد اف 2 ب 1600 كيلو هرتز، يبقى 1600 في 10 أس 3 هرتز. عايزين نحسب الساعة بنفس القانون اللي استخدمناه في المسألة اللي فاتت. هقول له إن السي بتساوي 1 على 4 باي تربيع في اف تربيع في ال من قانون تردد الرنين. يبقى الساعة في الحالة الأولى هنا هقول له سي بتساوي 1 على 4 باي تربيع، الاف معانا ب 540 في 10 أس 3 لكل تربيع، في قيمة معامل الحث الذاتي 1 ملي هنري، يبقى 1 في 10 أس سالب 3، وتطلع معانا هنا بتساوي 8.69 في 10 أس سالب 11 فراد. ممكن أرحل العلامة وتتكتب 86، أو التسعة تزود الستة تبقى 87 في 10 أس 12 فراد، وال10 أس 12 طبعا هي اختصار البيكو، فممكن نقول إن هي 87 بيكو فراد. يبقى احنا كده الرينج الأول أهو. لو عايز أجيب اف في الحالة الثانية هقول له اف بتساوي، هي طبعا الإجابة خلاص ألف، بس لو عايز أجيب اف في الحالة الثانية، الساعة في الحالة الثانية، هقول له سي في الحالة الثانية هي 1 على 4 باي تربيع في اف، وهي 1600 في 10 أس 3 الكل تربيع، في قيمة معامل الحث الذاتي 10 أس سالب 3، وهتطلع معانا ب9
و8 في 10 أس 12 فراد، اللي هي تقريبا 10 بيكو فراد. طيب ده بعد كده وقال لي تمثل الأشكال التالية 4 دوائر كهربية بكل منها مقاومة R، وكل منها مملة المقاومة الأومية في المصادر الكهربية، فإن الدائرة لازم تكون القدرة المستهلكة بها أكبر ما يمكن. طبعا احنا عارفين إن القدرة المستهلكة بتساوي V تربيع، أو للتيار المستمر هي VB تربيع على قيمة المقاومة، وللتيار المتردد هقول له هتساوي القيمة الفعالة لجهد المصدر تربيع على المقاومة. يبقى هنمسك الدوائر بتاعتنا دايرة دايرة وهحسب القدرة المستهلكة فيها. هنا جهد المصدر اسمه V، يبقى أقول له هنا القدرة بتساوي جهد المصدر وهو V تربيع على قيمة مقاومة R. اللي وراها هو مديني هنا للمصدر القيمة العظمى للجهد V عظمى، يبقى أنا الأول هاجي على جنب وأحسب V فعالة، بحيث إن إحنا عارفين إن V فعالة هي V عظمى على جذر 2، فتطلع 2 على جذر 2 V. ومن هنا تكون قيمة القدرة في الدايرة رقم 2 هتساوي V تربيع، يبقى أقول له 2 على جذر 2 V الكل تربيع على قيمة مقاومة R. طبعا 2 تربيع ب4 على جذر 2 تربيع ب2 تطلع معانا 2 V تربيع على R. اللي وراه انت هنا مديني القيمة الفعالة، فعلى طول هقول له ان القدرة هي مربع القيمة الفعالة V تربيع على R، يبقى الدايرة رقم 3 قد الدايرة رقم 1. هنا هقول له ان القدرة بتساوي V تربيع على R، ال V اسمها 2 V الكل تربيع على ال R، 2 تربيع هتساوي 4 V تربيع على R. ومن هنا يبقى أكبر قيمة معانا هي ال4، يعني الدايرة الأخيرة. في هذه الدائرة التالية تكون المفاعلة الكسية أكبر، علما بأن جميع الملفات عديمة المقاومة الأومية. طيب هو جايب لي أشكال فيها ملفات حث متوصلة مع بعض باختلاف طرق التوصيل ما بين التوالي والتوازي، واختلاف تردد المصدر في الدوائر، وطالب أجيب قيمة المفاعلة الحسية XL، بحيث إن إحنا عارفين إن XL اللي هو طالبها هي بتساوي 2 باي في التردد في معامل الحث. يبقى للدايره الاولى هقول له انا عندي ملفين حث متوصلين على التوازي، المفاعله المعامل الحث الذاتي الكلي هي قيمه احدهم على عددهم هي نص ال، يبقى اكس ال في الحاله الاولى هيبقى اسمها 2 باي في معامل حث او في تردد اسمه اف في معامل حث اسمه نص ال. يبقى هنا دي الاثنين هتروح مع الاثنين، نص في 2 تبقى بواحد، يبقى اسمها باي اف ال. اللي وراها عندي مفاعلة حسية كلية ال زائد ال اسمها 2 ال، ومن هنا هتبقى اكس ال بتساوي 2 باي في تردد اف في معامل حث ذاتي اسمه 2 ال، يبقى 2 في 2 4 باي اف ال. طب نشوف اللي بعد كده. هقول عندي هنا ملفين على التوالي ال زائد ال 2 ال 2 ال توازي مع ال 2 ال، يبقى المفاعله القسيه المعامل الحث الذاتي المكافئ بيساوي 2 ال على 2، يعني يساوي ال واحده. اروح احسب اكس ال، يبقى اقول له اكس ال بتساوي 2 باي في تردد قيمته 2 اف في معامل حث ذاتي اسمه ال، يبقى 2 في 2 4 باي اف ال. اخر دايره هقول له انا عندي هنا ال وال توازي يديني نص ال، نص ال زائد ال، يبقى ال المكافأة تساوي 1 زائد نص ال، يبقى 1.5 ال. مع تردد 2 اف يبقى اقول له اكس ال بتساوي 2 باي في تردد اسمه 2 اف في معامل حث ذاتي مكافئ اسمه 1.5 ال.
طبعا الاتنين هتروح مع الاتنين، 2 في 3 تبقى 6 باي اف ال، وهي اكبر قيمه، ويبقى هو ده اللي هو طلب. جه بعد كده وقال لي في دائره التيار المتردد الموضحه، إذا كانت مقاومة الملفات والمصدر مهملة، وكانت معوقة الدايرة في حالة فتح المفتاحين هي زد واحد. يبقى أقول له دلوقتي لو أنا عايز أجيب المعوقة زد كانت بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع. في حالة فتح المفتاحين ده مفتوح ده مفتوح، أنا عندي هنا مقاومة قيمتها 16، مفاعلة حسية قيمتها 5، ومفاعلة سعوية قيمتها 4. يبقى زد في الحالة الأولى هي جذر ار تربيع هي 16 تربيع زائد اكس ال 5 ناقص اكس سي 4 الكل تربيع. وعند غلق المفتاحين كانت زد 2، يبقى هقول له زد 2 انا هقفل المفتاح ده، يبقى هنا مقاومتين على التوازي 16 على الاتنين، يبقى المقاومة بتساوي 8. هقفل المفتاح ده، يبقى عندنا ملفين على التوازي والمكافأة بتاعتهم هي 5 على الاتنين يعني 2 ونص. يبقى اقول له زد 2 بتساوي جذر ار تربيع، قلنا هي 8 تربيع زائد اكس سي ب 4 ناقص اكس ال الجديده ب 2 ونص الكل تربيع. انت طالب ايه؟ قال لي انا طالب النسبه بين زد 1 على زد 2. يبقى اقول له زد 1 على زد 2 بتساوي جذر 16 تربيع زائد 1 تربيع على 8 تربيع زائد 4 ناقص 2 ونص تربيع. ودي كده تقريبا هتطلع معانا بواحد علامة 97، يعني تقريبا قيمتها بتساوي 2، وتبقى النسبة ما بين المعوقتين تساوي 2. إذا كان الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترونات في الميكروسكوب الإلكتروني واللازم لتكوين صورة لجسم ما هو 4/10 نانو متر، يبقى هو اداني الطول الموجي المصاحب. عايز فرق الجهد اللازم تطبيقه بين الكاثود والانود، قانون من القوانين المهمه جدا جدا جدا، وهي العلاقه ما بين الطول الموجي المصاحب لحركه الجسيم مع فرق الجهد. احنا عارفين ان الطول الموجي المصاحب لحركه الجسيم بيساوي اتش على جذر 2 اي بفرق الجهد في كتله الالكترون ام. يبقى الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترونات هو 4 من 100 نانو، والنانو بتتحول ل 10 اس سالب 9 متر، بتساوي اتش وهو ثابت بلانك 6 علامة 625 في 10 اس سالب 34 جول ثانية على جذر 2 في اي، وهي شحنة الالكترون 1.6 في 10 اس سالب 19 في فرق الجهد اللي انت طالبه في كتلة الإلكترون، وكتلة الإلكترون 9.1 10 أس سالب 31 كيلو جرام. ومن هنا يطلع فرق الجهد المطلوب V بتساوي 942 فولت، والإجابة هي. نشوف بعد كده قال لي ايه. قال لي اذا كانت الدائره الكهربائيه التاليه في حاله الرنين. اي دائره في حاله رنين يكون الزد عندها بتساوي ار، وقال لي ان الزد بتكون نهايه او المعوقه بتكون نهايه صغرى او قيمه صغرى للمعوقه في حاله الرنين، وشده التيار اي بتكون في على ار، ودي كده هي قيمه او نهايه عظمى. طيب عند ازاله قلب الحديد المضاوع، هقول له ازاله قلب الحديد يبقى معامل النفاذيه المغناطيسي هيقل، يبقى قيمه معامل الحث الذاتي هيقل، يبقى المفاعله الحسيه اكس ال بتقل، وبالتالي انا عارف ان في حاله الرنين اكس ال كانت بتساوي اكس سي. عند ازاله قلب الحديد قيمه اكس ال هتقل، وقيمه اكس سي ملهاش دعوه، وبالتالي لما اكس ال هتقل
يبقى وقتها هتكون اكس ال اقل من اكس سي، يبقى انا خرجت من حاله الرنين. لما هخرج من حاله الرنين، اي خروج عن حاله الرنين، الزد اللي كانت نهايه صغرى هتزيد، وبالتالي التيار اللي كان نهايه عظمى لازم يقل. يبقى اي خروج واي تغيير في الدايره عن حاله الرنين لازم قراءه الاميتر الحراري، لازم قيمه شده التيار تقل. من الشكل الموضح تردد مصدر التيار يساوي، هقول اولا الشكل او الدايره اللي قدامي هي دايره ار ومكثفات، يبقى هي دايره ار وسي. انت مديني الجهد مديني التيار، فانا هعرف احسب المعوقه زد، وزد بتساوي في على اي، يعني 200 على اي ب 2 من 10، وتطلع معانا ب 1000 اوم. طب بعد ما جبت الزد، انا عارف ان الزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس سي تربيع. الزد معايا ب 1000 بتساوي جذر الار اهي 600 اوم، يبقى اقول له 600 تربيع زائد اكس سي تربيع، معرفش قيمتها. من هنا هعرف احسب اكس سي، وتطلع معايا اكس سي بتساوي 800 او. طب انا جبت اكس سي، ايه كمان بعد كده؟ هقول له هروح على الرسمه، هلاقي عندي مجموعه من المكثفات، مكثفين على التوالي. المكثفات لما كان بيديني عليها السعه لو متوصله توازي بحسبها بقانون التوازي، ولو متوصله توازي بحسب مكافئتها بقانون التوالي. فهنا مكثفين على التوالي، يبقى احسبهم بقانون التوازي واقول له 20 في 5 على 20 زائد 5، وتطلع قيمتهم من هنا ب 4 مايكرو فراد. بعدين الاقيها متوصله توازي مع السته، يبقى هحسبها بقانون التوالي واجمعهم 4 زائد 6، تطلع دي كلها كده ب 10 مايكرو فاراد. ال10 اللي هنا متوصله على التوالي مع ال10 اللي جنبها، يبقى هحسبهم بقانون التوازي، وتطلع السعه المكافئه هي 10 على الاثنين، يعني 5 مايكرو فاراد. طب انا معايا الساعه ومعايا قيمه اكس سي، هو طالب التردد. احسب التردد ازاي؟ هقول له من قانون المفاعله السعويه ان اكس سي هي 1 على اوميجا سي، يعني 1 على 2 باي اف في سي. يبقى اقول له اكس سي هي 1 على 2 باي اف سي. اكس سي معانا قيمتها 800، بتساوي 1 على 2 باي في التردد اللي انت طالب قيمته في السي، واللي احنا جبناها ب5 في 10 اس سالب 6. ومن هنا يبقى احنا جبنا قيمة التردد، ويطلع معايا التردد بيساوي 39.8 من 10، وهي دالة. هيجي بعد كده ويقول لي يمثل الرسم البياني العلاقة بين تردد جهد التيار والمفاعلة السعوية. يبقى انا هنا معايا العلاقة بين اكس ال والتردد. اقدر ان انا من على الرسمة احسب الميل. انا عارف ان اكس ال لو خدت اي قيمة من على الرسمة، اكس ال هنا ب 10، قصادها قيمة التردد ب 75. يبقى اقول له انا عارف ان اكس ال هي 2 باي اف في ال، ميل الرسمة هو 2 باي ال، يبقى اكس ال قيمتها 10 بتساوي 2 باي في قيمة التردد من على الرسمة 75 في قيمة معامل الحث الذاتي اللي انت طالبها، فيطلع معايا معامل الحث الذاتي 10 على 2 باي 75، ويطلع ب21 من الألف هنا، اللي هو فين؟ اللي هو رقم د.
جه بعد كده وقال لي في الدائرة إذا وصلنا مكثفة على التوالي مع الملف ولم تتغير فرائض الأميتر الحراري. فما العلاقة بين المفاعلة الحسية للملف والمفاعلة السعوية للمكثف؟ هو هيعمل إيه؟ الدائرة اللي قدامي هي دايرة ار ال. هو هيوصل مكثف على التوالي مع الملف، يبقى هيخليها دايرة ار ال سي بحيث لم تتغير قيمة التيار. بحيث ان انا هقول له في الدايره في الحاله الاولى اي واحد كانت بتساوي في على زد، يعني بتساوي في على جذر ار تربيع زائد اكس ال تربيع. لما هاجي هنا واوصل مكثف على التوالي اعرف اجيب اي 2، بقت دايره ار ال سي اي بتساوي نفس جهد المصدر في على قيمة الزد الجديدة وهي جذر ار تربيع زائد اكس سي ناقص اكس ال الكل تربيع. انت بتقول لي ان قراءة الاديتر في الحالتين مالها ما اتغيرتش. يعني ايه التيار ما اتغيرش؟ يعني اي واحد هو اي 2، يعني القيمة دي هي القيمة دي. طب ما هساويهم ببعض، هلاقي ان الفي هتروح مع الفي، الجذر هيطير مع الجذر، ار تربيع هتروح مع ار تربيع، ومنها هوصل ان قيمة اكس ال تربيع بتساوي اكس سي ناقص اكس ال الكل تربيع. هناخد جذر الطرفين فالتربيع يروح مع التربيع، يبقى اكس ال بتساوي اكس سي ناقص اكس ال. طلع اكس ال الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى اكس ال زائد اكس ال هي 2 اكس ال تساوي اكس سي. ومن هنا يبقى قيمة المفاعلة السعوية اللي أنا هحطها هي ضعف قيمة المفاعلة الحسية للملف اللي كان موجود. دي هي الحالة اللي بتخلي قراءة الأميتر ما تتغيرش. ليه؟ عشان يبقى الفرق ما بينهم بيساوي قيمة 1 كيلو. بعد كده قال لي في الدايره المقابله عند التردد اف تكون العلاقه بين اكس ال واكس سي هي اكس ال بتساوي ضعف اكس سي. يبقى انا عارف ان اكس ال بتساوي ضعف اكس سي ده في الحاله الاولى. لو افترضت ان اكس سي اسمها اكس هتبقى اكس ال اكس سي واحد اسمها اكس، يبقى اكس ال واحد اسمها 2 اكس مثلا. اذا تم تقليل التردد بيصبح اف على الاثنين، يعني التردد دلوقتي هيقل للنص. طب ما احنا عارفين ان اكس ال هي 2 باي اف ال. يعني ايه؟ يعني اكس ال طرديه مع التردد، ومن هنا لما التردد يقل للنصف قيمه اكس ال هتقل للنص، وتبقى اكس ال 2 هي نص اكس ال 1، يعني نص في 2 اكس يعني بتساوي اكس واحده. يبقى انا كده عرفت ان اكس ال في الحاله الثانيه اسمها اكس. طب بالنسبه لاكس سي هقول له اكس سي كانت بتساوي 1 على 2 باي اف سي، يعني اكس سي بتتناسب عكسيا مع التردد. فلما التردد هيقل للنصف قيمة المفاعلة السعوية هتزداد للضعف، وتبقى اكس سي للحالة الثانية هي ضعف اكس سي للحالة الأولى. اكس سي في الحالة الأولى كنا مسمينها اكس، يبقى 2 في اكس تبقى اكس سي 2 هي 2 اكس. يبقى في الوضع الجديد هتبقى اكس ال اسمها اكس، اكس سي بقى اسمها 2 اكس، ومن هنا اكس سي اكس ال بقت نص اكس سي لما التردد قل للنص، وتبقى الاجابه معانا هي ب. يبقى لما التردد هيقل قيمه اكس ال هتقل، قيمه اكس سي هتزيد. فبدل ما اكس ال كانت ضعف اكس سي هيبقى اكس سي هي اللي ضعف اكس ال. جه بعد كده وقال لي لا يصلح التيار المتردد سي. قلنا التيار المتردد ما بعرفش استخدمه في 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات؟ هما الاطلاق الكهربي وشحن البطاريات. حاجه عامل مش فاكرها بالاول. ها من الاول فات. سؤال 40 قال لي لا يصلح تيار المتردد فيه. هقول له التيار المتردد ما بيصلحش او لا يصلح في شحن البطاريه. حاجه كمان ما كانش بيصلح فيها وهي اطلاق الكهربي. هي العمليات اللي ما بقدرش استخدم فيها التيار المتردد برضو من الاسئله اللي لازم نكون واخدين بالنا منها.
في الشكل المقابل تعتبر الدائرة في حالة رنين إذا كان، هقول له الدايرة تكون في حالة رنين لو قيمة المفاعلة الحسية المكافئة للدايرة تكون بتساوي قيمة المفاعلة السعوية المكافئة للدايرة. هنا أنا عندي مفاعلة سعوية اسمها اكس سي. بالنسبة لاكس ال عندنا ملفين على التوازي، يعني لازم قيمة المكافأة ليهم وهي اكس ال على الاتنين تكون بتساوي قيمة السعة أو المفاعلة السعوية المكافأة اللي هي اكس سي، دي اللي تخلي الدايرة في حالة رنين. يعني لازم تكون اكس سي هي نص اكس ال، أو تكون نضرب في 2 يعني تكون اكس ال هي ضعف اكس سي. اكس ال هي ضعف اكس سي، وتبقى الإجابة معانا هي ج. جه بعد كده وقال لي عند غلق المفتاح في الدايره المقابله فان زاويه الطور هيحصل لها ايه؟ لما يسال على زاويه الطور انا هاجي على جنب هنا واكتب القانون بتاعها. اولا هبص على الدايره اللي عندي، الدايره اللي عندي هي دايره ار وال وسي. طالما دايره ار وال وسي يبقى اقول له هي القانون كان تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على قيمه المقاومه ار. بس بالنظر للدايره اللي عندي هو قايل ان اكس ال تساوي اكس سي، يعني تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي هتساوي صفر. وكده الدايره اللي عندي في حاله رنين وزاويه الطور اصلا بتساوي صفر لان الجهد الكلي متفق الطور مع التيار. طيب عند غلق المفتاح هقول له لما هقفل المفتاح ده سلك عديم المقاومه، سلك فاضي هيبقى متوصل على التوازي مع ال والسي، وبالتالي هيسحب التيار والال والسي يتلغوا. هل هتفرق مع الدايره اللي في حاله رنين لو انا شلت المكثف والملف؟ هقول له لا، لان هم اصلا مش موجودين في الدايره، وكده كده الحاجه الوحيده اللي موجوده عندي هنا في الدايره وبتاثر فيها هي المقاومه ار، وزاويه الطور هتظل صفر. يبقى اقول له هتظل كما هي تساوي الصفر لان الدايره في حاله رنين. تكون الموجات الكهرومغناطيسيه الناتجه من الدائره المهتزه متخامده. قلنا يعني ايه؟ قلت يعني ان الموجات اللي عندي بتقل مع الوقت بالشكل ده. ايه اللي بيخليها بتقل؟ هقول له بتكون متخامده، او الموجات بتبدا ان هي تتآكل وتقل لحد ما تصل للصفر. بسبب ايه؟ هقول له بسبب مقاومه الاسلاك. بسبب الاحتكاك اللي بيحدث داخل المقاومات بيتم استهلاك الطاقه الكهربيه وتتحول الى صوره طاقه حراريه، فبتبدا الموجات الكهرومغناطيسيه تكون متخامده. هقول له بسبب مقاومه الاسلاك، يبقى بسبب المقاومه الأومية للدايره والطاقه الكهربيه او القدره الكهربيه المستهلكه في المقاومه بصوره طاقة حرارية بسبب الاحتكاك. جه بعد كده وقال لي دائرة رنين تولد تيار تردده اف عند زيادة كل من سعة المكثف والحث الزادي إلى 4 أمثال، فإن تردد التيار الجديد هيساوي. لو فاكرين قانون تردد الرنين كنت بقول له إن اف هي 1 على 2 باي جذر ال سي. يعني اف بتتناسب عكسي مع جذر ال في سي، فتكون اف 2 اللي أنت طالبها على اف 1 هي جذر ال1 سي1 على ال2 سي2. طب ما انت قلت لي ان ال والسي كل منهم هيزيد الى 4 امثال، يعني ال2 هتبقى 4 ال1 وسي2 هتبقى 4 من سي1، بحيث ان ال هتروح مع ال، سي هتروح مع سي، يبقى ده كده هو جذر 1 على 4 في 4 16، وجذر 1 على 16 هي 1 على الأربعة، يبقى تقل أو يقل التردد إلى ربع قيمته. مكثف متغير السعة عند توصيله بمصدر تيار تردده اف تكون مفاعلته السعوية تساوي 1000 اوم. فإذا تضاعفت قيمة كل من سعة المكثف وتردد التيار فإن المفاعلة السعوية للمكثف هتصبح. أولا المفاعلة السعوية كانت بتساوي 1 على 2 باي اف سي، يبقى المفاعلة السعوية هقول له هي عكسية مع التردد وعكسية مع السعة، فيبقى اكس سي 2 على اكس سي 1 بتساوي اف 1 على اف 2 في سي 1 على سي 2. هو عمل ايه بقى في السؤال؟
هو قال لي انا هعمل مضاعفه لايه؟ للسعه وللتردد. يبقى اف 2 هي ضعف اف 1 وسي 2 هي ضعف سي 1. احذف اف مع اف، سي مع سي، يتبقى فوق واحد في واحد بواحد على 2 في 2 4. يبقى اكس سي 2 على اكس سي 1 بتساوي 1 على الأربعة. يبقى اكس سي 2 على اكس سي 1 اللي كانت ب 1000 هتساوي ربع، ومن هنا تطلع اكس سي 2 ب 250 او، يبقى تقل الى ربع قيمتها. جه بعد كده وقال لي ملف حث وصل ببطاريه مقاومه الداخليه قوتها الدفعه مهمله المقاومه الداخليه قوتها الدفعه الكهربائيه 60 فولت. معامل الحث الذاتي للملف 3 من 10 هنري، يبقى دي كده 3 من 10. فإن معدل نمو التيار عند لحظة غلق الدائرة يساوي. طبعا قانون هنا الحث الذاتي اي ام اف كانت بتساوي ال دلتا اي على دلتا تي. يبقى اقول له اي ام اف انت مديهاني 60 فولت بتساوي معامل الحث الذاتي اللي انت طالبه، لا معامل الحث الذاتي اللي انت مديهوني 3 من 10 في دلتا اي على دلتا تي، او معدل نمو التيار اللي انت طالبه. يبقى كده معدل نمو التيار هو 60 على 3 من 10، تطلع ب 200 ب 600 على 3. يبقى دلتا اي على دلتا تي هي 200 امبير على الثانيه. الشكل المقابل عايز قراءة الاميتر الحراري. اولا في بتساوي 150 ساين اوميجا تي. اتفقنا دايما ان جنب الساين هي قيمة في عظمى. هل بشتغل بالقيمة العظمى؟ هقول له لا، انا محتاج ان انا اروح اجيب في فعالة، وفي فعالة هي في عظمى على جذر 2، يبقى 150 على جذر 2. ثانيا هروح احسب معوقة الدايرة زد، وزد هي عبارة عن جذر ار تربيع، قلنا زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع، يعني هتساوي عندي مقاومة هنا قيمتها 10، عندي مقاومة هنا قيمتها 20، يبقى المقاومة كلها ب 30 اوم. يبقى 30 تربيع زائد اكس ال ب 10 اكس سي ب 10، يبقى 10 ناقص 10، ودايرة في حالة رنين زد بتساوي ار، يعني بتساوي 30 اوم. عايز احسب قراءة الاميتر الحراري اي بتساوي في على زد، يعني بتساوي الفي هي 150 على جذر 2 مقسومة على 30 تطلع ب5 على جذر 2، يعني 3.5 امبير. وصلت 4 ملفات متماثلة المفاعلة الحسية لكل منها 4 اوم. أي الأشكال تكون فيها المفاعلة الحسية المكافئة تساوي 4. طبعا يبقى أنت هنا قايل لي كل شكل فيهم ب4. هنا 3 على التوالي 4 زائد 4 زائد 4 يبقى قيمتهم ب 12. 12 توازي مع الأربعة، يبقى أقول له 12 في 4 على 12 زائد 4، ودي كده هتطلع معانا ب 3 اوم، ويبقى مش دي اللي هو عايزها. طيب هو عايزها ب4، فين تاني ب4؟ هقول له هنا 4 4 4 4، دول 3 على التوازي، يبقى هقول له قيمة أحدهم على عددهم هي 4 على 3 توالي مع الأربعة، يبقى زائد 4، وطبعا دي قيمة أكبر من الأربعة فمش هتنفع. نشوف اللي وراها، هلاقي هنا 4 أربعات متوصلين على التوازي، يبقى قيمة أحدهم 4 على عددهم 4، وتطلع كل المكافأة ليهم بواحد، يبقى برضو ما تنفعش. آخر رسمة عندي 4 توالي مع 4، يبقى 4 زائد 4 8. 4 توالي مع 4 يبقى 4 زائد 4 8، والثمانية مع الثمانية توازي، يبقى أقول له إكس المكافأة بتساوي 8 على 2، يعني 4 أوم، ويبقى دي اللي هو طالبها. وصلت مقاومة أومية مقدارها 8 بملف حث مهمل للمقاومة ومفاعلته الحسية 14.
ومكثف مفاعلته السعويه 8 اوم وذلك على التوالي، فتكون المعوقه الكليه للدايره هتساوي، يبقى هنا تعويض مباشر على طول في قانون المعوقه، زد تساوي جذر ار تربيع وقيمه الار 8 زائد اكس ال قيمتها 14 ناقص اكس سي قيمتها 8 الكل تربيع، ومن هنا هتطلع الزد ب 10 اوم وتبقى معانا هي ج. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض اسئله الفصل الرابع. برضو نراجع القوانين واحده واحده، نراجع حالات اللي فيها الدايره بيكون ليها خصائص حسيه وخصائص سعويه وخصائص فوميه، نراجع حالات الرنين، نراجع النظري للدايره المهتزه وكيفيه نقل الطاقه او اهتزاز الطاقه ما بين طاقه مغناطيسيه وطاقه كهربيه بين المكثف والملف. نراجع كده بشكل سريع الفصل الرابع ونكمل عليه اسئله النماذج الاسترشاديه، وكنا منزلين الحلول بتاعتها. وبرضه لو بصيت على امتحانات السنين اللي فاتت، على قد ما تقدروا يا اولاد اليومين دول حلوا واشتغلوا، صدقوني ان شاء الله ربنا هيكرمنا. الامتحانات مش بتبقى تقيله للي مذاكر، اتدربنا كتير طول السنه، حلينا كتير، فبجد هتلاقي اسئله شبه اللي انتوا بتحلوها، هتلاقي اسئله شبه اللي احنا متعودين عليها طول السنه، بس شويه هدوء شويه تركيز خليني واثق في نفسي، ربنا هيكرمني والله ومش هيضيع مجهودي على الفاضي. بس نشد حيلنا كده وعلى قد ما نقدر اليومين دول ان احنا نحل قدر الامكان يعني. يلا ربنا معاكم، واستنونا ان شاء الله في مراجعه الحديثه.